بيبدأ الفيلم في حفلة كبيرة وبنشوف هناك بنتين، واحدة منهم اسمها كلوي واللي عندها أكتر من 2 مليون متابع، والتانية اسمها جين وبيكون عندها أكتر من مليون متابع. وفي نفس الوقت في حد بيبعت رسالة لكلوي وبيقول لها إنه مستنيها، ولما بتسألها جين إنها رايحة فين بتقول لها كلوي إنه اجتماع مع الممول بتاعها وبتروح معاها. وبعدين بنلاقي جين وهي على يخت لوحدها وبتسأل على كلوي بس محدش بيجاوبها. وبنروح لمزرعة في قرية بعيدة وبنشوف بنت اسمها كريسا وبتكون بتحب تشارك الناس صورها لكن عندها 1500 متابع بس. فتخيل إحساسي عزيزي المشاهد وأنا لسه ما كملتش ال 1500 متابع لحد دلوقتي. يا نهار اسود، احنا بعاد قوي يا لطيف. وادخل اعمل اشتراك في القناة عشان ما يفوتكش كل الملخصات اللي جاية. وبنرجع لكريسا واختها شارلوت اللي بتكون بتتريق على صورها وبتقول لها خليني اعلمك ازاي تتصوري كويس، وبتساعدها انها تتصور. وفعلا الصورة بتطلع احلى وبتنزلها على تطبيق تواصل اجتماعي اسمه فيه. وعلى العشاء بيقول لهم باباهم انه هيرجع يشتغل تاني في المزرعة، لكن كريسا وشارلوت بيقولوا له انه مش هيقدر يشتغل بعد الحادثة اللي حصلت. فبيقول لهم انه ما كانش عايز يقلقهم لكن الدين اللي عليهم وصل ل 400 ألف دولار بسبب تكاليف العملية بتاعته وتكاليف المزرعة. فكريسا وشارلوت بيقولوا له انهم هيساعدوه وبيطلبوا منه ما يشتغلش تاني. وبتبدأ كريسا تدور على وظائف متاحة في قريتها وبتبتدي تدور في المطاعم وفي كذا مكان تاني لكن بتلاقي المرتبات قليلة جدا. وبتتفاجئ ان صورتها اللي اختها صورتها لها جابت 700 لايك في وقت قصير جدا. ولما سألت اختها قالت لها ان السر في الهاشتاجات وانها لازم تستغلها وتعمل لنفسها براند زي جاك واللي بيكون واحد من اشهر الناس على موقع فيم. خلتها عملت له متابعة وقالت لها لازم تزودي الفولورز عندك وساعتها هيجيلك ممولين والممولين هيدوكي فلوس كتير. وبتقول لها انها في الوقت ده بس هتقدر تساعد باباها بس لازم تقنعي جاك ان هو يساعدك. وبتدخل كريستا تتفرج على صوره وبتعمل له لايك. وبتصحى الصبح تتفاجئ ان بقى عندها اكتر من 7000 متابع وان جاك عمل لها متابعة وبعت لها رسالة وبيقول لها تحب نتشارك، لكن بتقول له انها عايشة في قرية بعيدة وازاي ممكن تتعاون معاه. فقال لها ان هو واصدقائه طالعين رحلة لتايلاند وان الممولين بيتحملوا كل التكاليف وانها ممكن تلاقي ممول ليها. ومش بتصدق نفسها من الفرحة وبتروح تقول لاختها وباباها على الخبر وبتقول لهم ان عدد متابعينها وصل ل 11000 بسبب جاك وانه هيساعدها انها تكسب فلوس كتير وتسدد الدين. لكن باباها بيقول لها انه مش مرتاح للفكرة ولسفرها. فبتقول له وانت قدي لفيت نص العالم وربتنا اننا نثق في نفسنا ونعيش تجارب مختلفة. فقال لها انه موافق لكن بشرط تطمنهم عليها دايما وتبعد عن المشاكل. وبتبلغ جاك انها موافقة تسافر معاه وبيحجز لها تذكرة طيران على حساب الممولين وكمان ليموزين مخصوص لبيتها يوصلها المطار. وبتوصل بوكيت في تايلاند وبنشوف ورقة متعلقة على بوابة المطار وبيكون فيها صورة جين اللي ظهرت في أول مشهد ومكتوب إنها مفقودة. وبتقابل كريسا بالصدفة شاب اسمه جينر واللي بيكون عنده 900 ألف متابع ومالكوم اللي عنده أكتر من مليون متابع وكيمي اللي عندها 3 مليون متابع. وبتعرف إن كلهم معزومين على نفس الرحلة مع جاك وبيروحوا سوا الفيلا بتاعته اللي بتكون في حتة بعيدة على البحر. وبنعرف إنها هتبقى مكان إقامتهم وبتستقبلهم فيونا واللي بتكون مشهورة وعندها أكتر من 12 مليون متابع. وبتعرفهم ان التصوير ممنوع وانهم هياخدوا موبايلات علشان الممولين لازم يعرفوا بيكتبوا ايه ويراجعوا الصور قبل ما تنزل. وبيدخل جاك وبيقول لهم ان دي شروط الممولين وبيطمنهم وبيوزعوا عليهم اساور تتبع وبيقول لهم ما تقلعوهاش لمصلحتكم. وبيسلم على كريسا وبتقول له انها قلقانه وانها مش شبه الناس اللي هنا لكنه بيطمنها وبيقول لها انها هتتعود وانه هيساعدها علشان تلاقي ممول وتسدد ديون عيلتها. وبيبدأ مالكم يشرح لها المطلوب منه وبيقول لها ان الممولين بيدفعوا فلوس كتير وانها لازم تبهرهم عشان تكمل وان في 4 انواع من المشاهير. النوع الاول متخصص في الذوق والموضة والتاني اسلوب الحياة والخبرات زيها والتالت في الفتنس واللياقة البدنية الرابع في الجسم والشكل. وبتروح كريسا اجتماع للمشاهير في قسم اسلوب الحياة وبيقولوا لها انها محتاجة على الاقل مليون متابع عشان تلاقي ممول وان ممول الرحلة دي هي شركة فوتيكا وانها لازم في الحفلة تنشر صور لمنتجاتهم عشان تقدر تكمل. وفي تاني يوم بتروح كريسا ومعاها جينر ومالكوم للمدينة القديمة رغم تحذير جاك ليهم انها مش امان منتشر فيها اعضاء من المافيا. لكن بيروحوا مطعم وبيلاقوا مجموعة من المافيا بياخدوا اتاوة من الناس وبيقرر جينر انه يدافع عن صاحب المطعم وبتحصل خناقة بينه وبين اعضاء العصابة. لكن جاك بيلحقهم وبيرجعهم للفيلا تاني وبيحذرهم انهم يخالفوا القواعد مرة تانية. وبيظهر دانيال رئيس مجلس ادارة شركة الفوتيكا وبيقول لهم انه هيختار واحد منهم ويديله عقد رعاية ب 500 ألف دولار بس لازم يكون عنده مليون متابع على الاقل. وبتحس كريسا
كريسا بالاحباط لان لسه العدد عندها قليل، وبتكلم اختها اللي بتبلغها ان باباها رجع يشتغل وان اصابته زادت عن الاول. تطلب كريسا من مالكوم انه يساعدها انها تزود المتابعين عندها، فبيقول لها انها لازم تدخل مجموعه عرض الجسم لان متابعينها اكتر ولازم تعرض صور مكشوفه ليها اكتر، وانها مش الوحيده اللي بتعمل كده عشان مضطره، وان هو كمان بيعمل كده عشان يقدر يوفر دخل لاخته الصغيره ويخرجها من الحي السيء اللي عايشين فيه. وبتعمل بنصيحته لكنها بتندم بعد كده لما اختها بتشوف الصور وتحس انها بقت مجبره على تصرفات مش مقبوله بالنسبه لها، وبتفكر تسيب الرحله وترجع لبلدها. وبيروح افراد العصابه اللي قابلوهم في المطعم للفيلا وبيحاولوا يتسللوا عشان يخطفوا كريسا، لكن الامن بيمسكهم وبتيجي الشرطه وبتبلغهم ان في ناس كتير مفقودين زي جين وانهم شاكين في عصابه اتجار بالبشر. بتظهر كلوي اللي شفناها في اول مشهد وبتسالها الشرطه عن جين لكن بتقول معرفهاش، ومقابل سكوتها بيدفع لها دانيال $100,000. لكن جاك بيقول له انه مش هيقدر يكمل اكتر من كده وانه مش هيشارك في اللي بيعمله دانيال وفيونا، وانهم بيستغلوا الشباب المشاهير وبيجيبوهم المكان ده وبعدين بيخطفوه. وبيهددوا جاك انه مش هيسكت وبيقول له انه مش سهل يخفي كل العدد ده وان اكيد اهلهم هيدوروا عليهم. وبيحول دانيال لجاك $1,000,000 عشان يخليه يسكت. وبيروح جاك لغرفه كريسا وبيعترف لها بكل حاجه وبيقول لها لازم نهرب من المكان، لكن بتقول له انها مش هتهرب لوحدها وانهم لازم ينقذوا اصحابهم. وبيدوروا عليهم في الفيلا وبيحاولوا يهربوا، لكن بيتفاجئوا ان مالكوم كان عارف كل حاجه من الاول وبيقدر دانيال انه يقبض عليهم ويخدرهم. وبنشوف جينر ومالكوم وكيتي وهم في مزاد اتجار بالبشر وبيكون بيشارك فيه مجموعه من الناس الاثرياء، وكريسا في غرفه دانيال اللي قرر يحتفظ بيها لنفسه. وفيونا بتخطف جاك وبتقول له انها عملت كل ده عشان بتحبه، لكن جاك بيهرب منها وبيقول لها انه مستحيل يشاركها تاني في الجريمه دي. وبيروح جاك اليخت بتاع دانيال. تقدر كريسا تهرب من الغرفه وبتقابل جاك وبتساله ازاي عرف مكانهم، فبيقول لها من الاسوره اللي طلب منهم يلبسوها في بدايه الرحله. وفي وقت ما كانوا بيهربوا بيقابلوا دانيال، لكن بتقدر كريسا تاخد مسدسه وبتنقذ مالكوم وبتطلب منه انه يساعد الباقيين، لكن بتتفاجئ ان هرب لوحده من اليخت بمركب صغير. وبتروح كريسا مع جاك عشان يهربوا الباقيين، لكن دانيال بيحاصرهم. وفي نفس اللحظه بتوصل الشرطه بعد ما مالكوم بلغ عنهم وبتطلب منهم الشرطه تسجيل اقوالهم عشان يساعدوهم يلاقوا جين. وبتشكر كريسا جاك عشان رجع لها وانقذها، وبتقول له انها بعد كل ده برضه مش هتقدر تسدد ديونها، لكن بيقول لها انه استغل انشغال دانيال وحول لها مبلغ كبير على حسابها. وبعد 3 شهور بنشوف كريسا في مزرعتهم بعد ما سددت الدين، ومالكوم واخته نقلوا من الحي اللي عايشين فيه، وجينر ارتبط بكيتي وبياخد باله منها ومن بنتها الصغيره. وبنتفاجئ في مشهد النهايه بفيونا وهي بتبعت رساله لكريسا وتسالها لو عايزه تعرف مكان جين، وبيخلص الفيلم.